السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن تفاصيل اللي حصلت الأخيرة في كواليس النادي الأهلي والجديد اللي في النادي الأهلي والأحداث اللي تمت في الفترة الأخيرة، وكمان دوري الانتر كونتيننتال أو كأس العالم المعدل، أو زي ما أنت عايز تسميه سميه بقى سعادتك، عشان إحنا مش فاضيين للمسميات اللي مش عارفين بصراحه. كل يوم والتاني يطلعوا لنا مسمى جديد، كونتيننتال ايه وكونتيننتال ايه وحاجه يعني بصراحه. طب ايه اسم سهل شويه يا اخي، الناس مش عارفه تنطقه حتى، يعني معظم الناس شعبيه، معظم الناس شعبيه. فانت يعني سهلها على الناس، يعني ما تبقاش عشان بقى ريال مدريد جايه والتفاصيل الكبيره دي، فانت انتر كونتيننتال مين بس ماله كان الدوري الافريقي، ماله كان الكاس العالم للانديه، ماله يعني الاسم مش فاهم. يلا ما علينا. عموما هنتكلم في حاجات زي دي، وهنتكلم في كمان النادي الاهلي هيقابل مين وايه اللي حصل في محمد علي بن رمضان. الله يخرب بيت سنين الشغلانه المنيله بستين نيله بتاعه الصفقات، محدش فاهم الموضوع. مسخ وطول وبوخ، وبالتالي اطول صفقه كلام كتر عليها ازيد من شهر. يعني من سنتين تم الكلام واتقفل، دلوقتي بقالنا شهر بنتكلم على محمد علي بن رمضان وكأنه ميسي. مع احترامنا ان هو لعيب كبير طبعا، ولعيب يعني قوي جدا، ولعيب كل ما انت عايز تقول قوله لاخر ما تتخيل، ماشي، بس مش بالدرجه دي يعني. ما تقعدش بقى تحسسنا ان يعني ما فيش في العالم حد هيحل. يا راجل ده اليو ديانج كان، ده حمدي فتحي الدنيا كانت هو ما فيها. يعني حمدي فتحي اللي كولر لحد النهارده بيحلف بيه، بيقول لك اثر معايا جدا. حمدي فتحي ابن النادي الاهلي اللي بنتمنى له التوفيق في قطر مع احمد عبد القادر المتالق، اللي عمل مباراه اول ماتش ليه نتج جول، هدف الفوز. هدف الفوز برجع، يعني مش عايز اقول لك برجوله وجدعنه وسبرنت عالي جدا من نص الملعب من احمد عبد القادر، حط هدف الفوز لنادي قطر القطري او الشمال القطري زي ما انت عايز تسميه بقى، في ظل ان هو راح اعاره سنه من ضمن الناس اللي مارسيل كولر مش مقتنع بيها. طيب، او اخلاق او اناني مش جماعي او كريستو. لا، الاهلي خرج لعيبه فرقه تانية، الاهلي خرج لعيبه فرقه تانية. يعني عندك اليو ديانج، كريستو، احمد عبد القادر، دلوقتي راكن بيرسيتاو، دلوقتي راكن كهربا، دلوقتي بيحاول يخرج كريم نيدفيد. يعني الموضوع فرقه تانية يا جماعه، فرقه تانية بصراحه. وفي ظل ان هو مش عايز يرجع القندوسي، مش عاوز يرجع القندوسي لانه مش مقتنع بيه. قندوسي اللي هو لاعب منتخب الجزائر ولاعب دولي عالمي ولاعب بجد، فرق مع سيراميكا كليوباترا اللي هو حط 3/4 اجوان وعامل اسيستات عالميه، وكل ما يلعب قدام الاهلي ينتشنا جول، عامل كل حاجه وبيقول لك اتقي الله وانت مفيش. بس هنقول ايه، هو كولر دماغه كده، وكل مدير فني كده، زي كريم فؤاد. مارسيل كولر جه حيا كريم فؤاد وخلاه بقى في حته تانية، ونتمنى له الشفاء من الرباط الصليبي ان شاء الله ويرجع احسن من الاول وجناح طاير. موسيماني كان كريم فؤاد ملوش لازمه، وكان خلاص ماشي في اخر يوم ليه وهو ماشي بيلم شنطته مشي. موسيماني جه كولر قال لك لا، انا عايز الواد ده، سيبوهولي وانا هظبطه وهليفه واحميه واشطفه واغسل له دماغه واخده مكوى وغسيل كده واروقه. خلق منه جناح طاير حكايه، وهو لاعب عنده الامكانيات، وعشان كده طلع منه القماشه اللي احنا شفناها. ولكن الاصابه اللعينه اللي جات له تاني، حظه زي اكرم توفيق اللي باذن الله ما يتصابش تاني، 2 رباط صليبي. مش عارف ايه حكايه النهارده اي وقعه بقت رباط صليبي او سكته قلبيه، او الجماهير نفسها بتحط ايديها على قلبها. ولكن قدر الله ما شاء فعل، وبنتمنى له الشفاء ان شاء الله. القصه بتاعت محمد علي بن رمضان يا سيدي هتخلص ولا مش هتخلص؟ والله شكلنا احنا اللي هنخلص. هي المفروض انها خلصت، المفروض. عارف انت لما يكون واحد ميت اكلينيكيا، هو خلصان اكلينيكيا، خلص. يعني في الاهلي وش مفيش كلام. اللي معطل الموضوع هو بيرستاو. يعني القصه دي بيرستاو يخرج هو ينط يجي على طول خلاص، مفيش يعني مفيش كلام كتير. وابو طلع في الصحافه المغربيه الصحافه التونسيه واتكلم وقال ان محمد علي بن رمضان ابني خلص كل شيء مع اوراقه، وكل حياته في اوروبا انتهت، باللفظ كده حياته في اوروبا انتهت، وبنتمنى له التوفيق في اللي جاي، وان شاء الله يكون في حته
يعني النادي الاهلي يعني مش هقول يعني مش النادي الاهلي يعني سيبها بظروفها يعني مش عارف ايه، الكلام واضح. هو في النادي الاهلي، ولكن الضربات اللي جات له من جمهور الترجي التونسي يا جماعه صدقوني الموضوع شعل تونس وما عادتش، وقفت تونس كلها وقفت، وكأن ما فيهاش غير محمد علي بن رمضان. ولكن لان الترجي منافس شرس قدام النادي الاهلي، ولسه اخر بطوله الاهلي واخدها من الترجي، اخر بطوله افريقيه، وطبعا معروف ان بطوله افريقيا النادي الاهلي والترجي هم بينافسوا دايما عليها، واي بطوله بتقع في مجموعه الاهلي والترجي في مجموعه واحده تعرف ان الاهلي سبحان الله كعبه عالي على الترجي فبيخلص البطوله. ولكن تونس مش موافقه على ان محمد علي بن رمضان، شفت انت قصه زيزو مع نادي الزمالك؟ بالنسبه لهم زيزو ما يجيش الاهلي، هو بالنسبه لهم محمد علي بن رمضان ما يجيش الاهلي. كمان يعني الموضوع خلصان وكل حاجه، بس هو اللعيب واجه خلاص وخد الدش السخن اللي هو من الجمهور وخلاص، فخلصوا بقى، خلصوا بقى، لانه مش هينفع ياخد الدش ده تاني، لو ما جاش دلوقتي مش هيجي بعد كده فعلا. فالمهم هو مستني بيرسي تاو في خلال ال3 ايام اللي جايين دول يخرج عشان يعلن عن الصفقه. اشرف داري وصل مطار القاهره بالفعل وخلص، وبيصور الفيديو التقديم بتاعه اللي هم بيقال ان هو فيديو عالمي. الفيديو بتاع الاعلان عن صفقة اشرف داري فيديو عالمي، ولكن هو فعلا لعيب كبير، هو لعيب كبير كموهبة وكلاعب كرة قدم، لا فنان. يعني انت مشيت محمد عبد المنعم صاحب الضربات الرأسية القوية في الاهداف، انت جبت واحد عنده هيدز عالي جدا وعنده تاكلينج ما بيخيبش، بينزل يا باشا على الكرة مقص، بيخلص الكرة من رجل اي لاعب من غير ما يعمل اي حاجة. بتجلي منه مرة ضربات جزاء عادي بتحصل، لكن مش دايما، على طول تلاقيه نام كده في الارض، خلص مغناطيس الكرة في رجله وقام خلصها، شكرا مع السلامة، اللعيب بقى في ظهره وخد الكرة ومشي. حاجة فعلا كلاعب كرة قدم، لا لعيب كبير. القصة التانية في الاهداف بقى، انت بتتكلم قوة غير طبيعية، عنده عنف في الكرة، عنف كروي، مش عنف اللي هو يعني بيضرب وبيأذي، لا عنف كروي اللي هو عنف في كرة القدم، في الشوط بتاع دماغه ده بيرزع الكرة رزعة هوب رشقت في الجون، ما بيتخيبش، ما بيجليش، ما بيجليش. ففعلا صفقة يعني هتبقى فرقة كبيرة جدا مع النادي الاهلي، وهو اللاعب فضل النادي الاهلي عن فرق اوروبا كلها عشان عايز يعمل بطولات. ومن حسن حظه عمر ما كانوا هو ولا اهله ولا اي حد من جيرانه كلعيبه، يعني بتكلم بالشكل الكروي، كان هيشوف كاس العالم للانديه. طبعا هتقول لي هو شاف كاس العالم للمنتخب المغربي، خد رابع كاس عالم، لكن هو كان عايز يعملها كلاعب في نادي. صحيح هو عملها كمنتخب، المدافع المنتخب المغربي الكبير، ولكن هو عايز يعمل كاس عالم للانديه مع النادي الاهلي. في الدوري الجديد بقى بتاع كاس العالم ده هيبقى 32 فريق، بتتكلم على ريال مدريد، ليفربول، برشلونه، مدعكه يا باشا، مدعكه. وانت وحظك بقى، طبعا احنا هنشيل وهناخد ونشيل ونجري، نشيل ونجري، بس هتقابل، يعني على الاقل هتقابل فرق. يعني لما تشوف لعيبه الاهلي بتجري جنب لعيبه زي دي، يعني تتفرج متعه متعه. والاهلي بتاع المطوشه الكبيره على فكره، يعني عمل قدام ريال مدريد في كاس العالم للانديه اللي فات ماتش للتاريخ، وكان هو اللي هيفوز، بس ريال مدريد معروف دفاع هوب اخطف واجري، دفاع هوب اخطف واجري، ده ريال مدريد، غير التيكي تاكا بتاعت برشلونه، يعني مش بتاع لعب كوره، يعني هو ريال مدريد كده اخطف يا باشا واجري، بيخلص البطولات. فهي دي عصر كرة القدم اللي احنا فيها للأسف، ما فيهاش متعة كتير، بس بتحاول تتمتع شوية وتحاول تجيب، في فرق تمتع الكرة وفي فرق تجيب اجوان وتخلص. عموما النادي الأهلي خلص أشرف داري، النادي الأهلي مستني محمد علي بن رمضان، هنشوف الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل في خلال ال3-4 أيام اللي جايين دول. لازم محمد علي بن رمضان يتم الإعلان عنه رسميا، يا إما بلاعب في النادي الأهلي، يا إما متشكرين ما نعطلكش ومش هتيجي النادي الاهلي تاني نهائي، لان مش هتحصل الهوجه اللي حصلت دي. نتمنى التوفيق ليه، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى التوفيق لكل اللعيبه اللي مشيت، ومحمد عبد المنعم واليو ديانج اللي مكسر الدنيا مع الأخدود اللي الدوري السعودي بيتحاكى بيه، وبيشكروا على الاداء اللي عمله في اول مباراه.
تحياتي ليكم، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه تشوفوا اخبار جديده، ولكن ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلك الاخبار الجديده اول باول، ويوصلك يا باشا التركايه والحكايه بتاعه الاشعار اول ما ننزل فيديو. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.